السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم معايا في قناتي وصفة هايلة. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى طبق فول مدمس. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك كل التكات والحركات عشان يطلع معاكي طبق الفول زي بتاع المحلات وعربيات الفول. هقولك ازاي يطلع خفيف جدا ما يتعبش الناس اللي القولون بتاعها مش بيستحمل القشور بتاعة البقول. وهقولك ازاي كمان يطلع قوامه متماسك ومظبوط زي ما احنا شايفين كده. وهقولك كمان ازاي يبقى فاتح جدا مش غامق أو مسود. وازاي كمان نخلي طبق الفول بتاعنا يستوي بسرعة جدا ما ياخدش وقت على النار، وتلاقيه خلاص بقى زي الزبدة زي ما بيقولوا. هنشوف كل حاجة عن طبق الفول اللي احنا شايفينه ده، وازاي توصلي بطبق الفول بتاعك بجد لأحسن طبق فول ممكن تاكليه في حياتك. يلا بينا نشوف الفيديو. وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك للفيديو، ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد إن شاء الله. اول حاجة معانا النهاردة ان احنا هنستخدم الفول المفصص او المدشوش او اللي من غير قشرة زي ما احنا شايفين كده. اللي بيفرق الفول المدمس العادي عن الفول اللي هنعمله النهاردة ان احنا هنستخدم الفول من غير قشر. معظم الناس بتتعب من اكل البقول وخصوصا الفول عشان القشر بتاعه. احنا هنتخلص من القشرة، هنجيب الفول بدون قشر وهننقعه زي ما احنا شايفين كده. مش هياخد وقت نقع كتير زي الفول اللي بقشر، حوالي ساعة او ساعتين ويبقى تمام. هنستخدم كمان نص كوباية من العدس الأصفر ونص كوباية أو ربع كوباية من العدس بجبة. وطبعا برضو البقول عشان فيها حمض الفيتك، والفيتك دوت متعب جدا للقولون، فلازم نتخلص منه. طبعا بنتخلص منه أول حاجة بالنقع. هننقع برضو العدس بتاعنا في مية حوالي ساعة أو نص ساعة، مش يعني مش وقت محدد، يعني هو ما بياخدش وقت كتير في النقع. طالما القشور مش موجودة فاحنا مش هنحتاج لنقع كتير. هننزل بقى بالفول بتاعنا في الحلة اللي احنا هندمس فيها او في القدرة اللي متوفرة عندك. وهننزل كمان بالعدس، احنا ممكن ننقعهم الاتنين مع بعض في حاجة واحدة طالما هننقعهم في نفس الوقت. وطبعا ممكن ننقع كل حاجة لوحدها زي ما تحبي. يعني انا العلبة بتاعت الفول كانت صغيرة شوية فنقعت كل حاجة لوحدها. هننزل كمان عليهم بجزرة متقشرة ومغسولة ومبشورة زي ما احنا شايفين كده. وكمان نص معلقة كبيرة من البابريكا. البابريكا بتديله لون حلو قوي مع الجزر. وكمان نص معلقة سكر. السكر طبعا بيخليه يستوي في أسرع وقت. وهننزل كمان بعصرة ليمونة بقشرها. انا بغسل الليمونة كويس وبنعصر العصير بتاعها. وكمان بنحط القشرة على الفول. الليمون برضو بيخلي الفول بتاعنا فاتح جدا ما يغمقش. ايا كان نوع الفول بقشر او من غير قشر ممكن يغمق بعد ما بيستوي او بعد ما نفتح عليه مرة او مرتين. فضروري ان احنا نحط الليمون. الليمون طبعا بيخليه يفضل فاتح طول الوقت لغاية اخر معلقة. هننزل عليه بمية سخنة عشان طبعا يبدأ يغلي معانا بسرعة. ممكن مية ساقعة عادي في الأول. وكمان فصين من التوم ممكن نستغنى عنهم برضو، بس التوم بيتخلي طعمه حلو جدا. زودنا المية زي ما احنا شايفين كده وهنرفعه على النار لغاية ما يبدأ يغلي. وبعد كده نهدي عليه النار خالص زي الشمعة. هو مش بياخد أكتر من ساعة إلا ربع ساعة وبيكون خلاص بقى زي العجوة زي ما هنشوف دلوقتي حالا. هنغطي عليه وبعد كده نشوفه. حتى لو حبينا نزود المية ما نزودش المية ساقعة. المية ممكن نحطها باردة في الأول، لكن لو هنزوده في نص السوا نزوده مية سخنة أو بتغلي. كده تمام. بعد ما نزل من على النار احنا بصراحة أخدنا منه، يعني مش دي الكمية كلها، احنا أخدنا منه حوالي طبق كده. وده اللي باقي هنضربه كله بقى عشان انا استخدم اللي انا عايزاه، والباقي يبقى جاهز ان انا اخد منه في اي وقت. ما اضطرش ان انا كل ما اعمل طبق فول ان انا اضربه آه، بالهاند بلندر. او ممكن برضو في شفشق الخلاط للي متوفر عنده، او في الكبة اي حاجة يعني اللي متوفر عندك ممكن تضربي بيه او تهرسيه بالهراسة. ايا كان هو مش بياخد وقت خالص في الموضوع ده. هناخد بقى معلقتين كده او كبشتين كده من الفول ونجرب ندوق طعمه. انزل عليهم معلقتين كبار من الطحينة الحمراء او البيضة. وكمان نص معلقة صغيرة من الملح وكمون وعصرة نص ليمونة. ونقلب كويس. طبعا الاضافات اللي انت تحبي تضيفيها، تحبي تضيفي خضرة، تحبي تضيفي طماطم او بصل اخضر، او سلطة كاملة معمولة وتضيفيها للطبق الفول بتاعك،
او زيت حار وطحينة، اي حاجة انت بتحبيها في طبق الفول بتاعك. طبق الفول بيكون مش محتاج حاجات كتير لانه فعلا بيكون طعمه حلو جدا وخفيف جدا. خلاص اتخلصنا من الحاجات اللي ممكن تتعب القولون، واستوى براحته جدا. وبرضه السوى على الهادي بيساعد برضه انه يتخلص من كل العناصر اللي ممكن تتعب القولون والمعدة. وهننزل عليه برشة زيت كده خفيفة، زيت زيتون او زيت اي زيت متوفر عندك برضو، وطحينة بيضة. وكده بقى معانا احلى طبق فول مدمس ممكن تاكلوه، سهل وخفيف وسريع. يعني لو محتاجة ان انت تعملي طبق فول في ساعة واحدة، ممكن تصحي الصبح تحطي الفول على النار في ساعة وتكون استوى وتفطري منه. مش مستاهلة ان انت تخرجي تشتري لو حابة ان انت تاكلوا فول يعني مدمس. جنبناه بشوية بصل أخضر متقطع قطع صغيرة. ولو حابة أي إضافات ممكن تضيفيها على الفول أكتر من كده. وندوق بجد بلقمة عيش بلدي خطير طعمه، يعني هيعجبك جدا إن شاء الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم بخير، مع السلامة.